طبعا يا اخواتي عارفين اللي حصل الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت ديت الدنيا مقلوبة خالص لحد دلوقتي. على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تيك توك الوضع بقى مقلوب جدا. يعني خلينا نشوف اللي حصل الفترة ديت الايام ديت. صراحة الدنيا مقلوبة خالص هنا في مصر، فخلينا نشوف اللي حصل بالظبط. الحكاية ايه، القصة، الحوار بالظبط، نشوف ايه الوضع. نشوف مع بعض الفيديو ده، خلينا نشوف ايه اللي حصل بالظبط، نشوف القصة والحكاية كلنا مع بعض، خلينا نشوف. بمصر عم بيصير اشي مش طبيعي، بالذات بصناع المحتوى اللي موجودين بالتيك توك. بقدر اناديهم صناع محتوى؟ لا، الصراحة ما بقدر اناديهم صناع محتوى. ليش؟ لانه ما بيصنعوا اصلا محتوى. بيفتحوا لايفات، بيتهبلوا، بتمسخروا، بيسبوا، بيقذفوا ناس تانية، بتدخل معاهم عشان يطلعوا أكتر. الحساب تاعهم بس يطلع أكتر، هيك هم بيستفيدوا. وفي ناس بدعموهم ماديا. طبعا مو كلهم اللي موجودين بهذا الفيديو، بس كتير منهم انقبض عليهم، تم القبض. وفي منهم اللي هو ممكن نقدر نعتبره مثلا انه مسكين، لا ما له كتير بهاي الامور. وفي منهم اللي هم على الاخر وسخين. انا ما راح احكي اسامي، يعني مستحيل اذكر اي اسم انه مثلا مين هذا يلي بيكون محتوى وسخ ومين اللي محتوى منيح. راح اضلني ساكت، بس راح اورجيكم على مين تم القبض. تم القبض على كتير، حتى ما بقدر أورجيكم إياهم كلهم والله العظيم، لأنه كتير تم القبض عليهم. مصر عم يعملوا حملة إنهم ينظفوا التيك توك تاعهم. أي حدا بيعمل محتوى هابط راح يشيلوا. وفي منهم اللي هو محتوى هابط وفوق هذا بالصدفة، يعني وهم جايين يشيلوه لأنه محتوى هابط، لقوا معاهم مخدر. صدمة يعني. وحتى في اسم بالذات أنا هذا اللي انصدمت منه، لأنه على أساس هو الشريف، على أساس هو اللي ما بيقرب على هاي الأمور. كمان ما راح أحكي على اسم، أنا ما بحكي أسامي، أنا ما راح أحكي على أسامي. أنتوا قعدوا فكروا زي ما بدكم. بس أنا يعني عن جد في واحد اللي هو كنت عن جد أفكره إنه ما إله بهاي الأمور أبدا، بس طلع إله بهاي الأمور للأسف. مواد مخدرة ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة لمشغولات ذهبية عثرت عليها الأجهزة الأمنية مع التيك توكر مداهم خلال القبض عليه بعد ورود بلاغات ضده بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء وبتمثل خروج عن الآداب العامة. وزارة الداخلية ذكرت في بيان ليها أن التيك توكر تم ضبطه في محل إقامته بمنطقة القناطر الخيرية في القليوبية، وكانت المفاجأة بالعثور على حشيش وأفيون في حيازته إلى جانب فلوس ومشغولات ذهبية. وبعد مواجهته أقر أنه كان بينشر مقاطع الفيديو المشار ليها على صفحته بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. أما حيازته للمواد المخدرة فاعترف إنها بهدف التعاطي عشان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. القبض على مداهم بيجي بعد بلاغات قدمها محاميين ضد عدد من التيك توكرز، واللي تسببت خلال الساعات اللي فاتت في القبض على عدد كبير منهم، واللي كان من بينهم سوزي الأردنية وأم سجدة وأم مكة وعليا قمر. مش عارف أعد هل حينفع ينعدوا على إيد واحدة؟ طبعا أنا ما بتشمت بأي حدا فيهم، الله يفك أسرهم، وإن شاء الله يطلعوا من اللي هم فيه أحسن من هيك، يطلعوا مهديين للطريق الصح وما يرجعوا لهذا الطريق مرة تانية. هذا واحد من التيك توكرز. وفي كمان تيك توكر تاني نفس الشيء، لما قبضوا عليه لقوا معه كمان مواد مخدرة. يعني كلياتهم قاعدين زي بياخدوا هاي الأمور. هو هذا مسكوا معه زي ما أنتم سمعتوا حشيش وكمان أفيون. أنا هذا مو عارف شو هو بالضبط، بس شفت بالتعليقات في حدا قاعد بيحكي إنه هو زي الآيس. أنا رح أحكي آيس، واللي بفهم، اللي ما بفهم خلاص. الآيس يعني هو إشي كتير قوي وعليه إدمان مش طبيعي، وممكن حرفيا يدمر حياتك. يعني ممكن أنت تكون فوق بسبب هذا الشيء تصير تحت، وبالذات يلي ما عندهم سيلف كنترول بهاي الأمور، لأنه هذا الشيء كمان حتى ما فيه سيلف كنترول. هذا ما بتقدر أنت تتحكم وتاخد كميات خفيفة. بس واضح إنه هذا لو قاعد بياخده اللي تم القبض عليه عنده شوي سيلف كنترول بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه ما وصل لمرحلة التدهور. أما الناس التانية مثلا اللي بياخدوه بشوارع أمريكا بتلاقي وضعهم مش طبيعي، نحاف كتير، مادة جدا سيئة، جدا سيئة، وأسوأ إشي ممكن تاخده. طبعا بعد الهجمة المرتدة من الشرطة المصرية على كل التيك توكرز في مصر والقبض على عدد كبير جدا منهم، كلنا كنا متخيلين ان شخص واحد هو اللي هيطلع من الموضوع، وهو شاكر محظور دلوقتي.
كلنا كنا طبعا مستنيين ان يطلع خبر بعد كده ان شاكر كان مدسوس في وسطهم، عشان في النهاية يطلع ضابط مخابرات كان بيكشف خلايا موجودة داخل تيك توك. ولكن الصدمة هو الخبر اللي نزل دلوقتي على انستجرام من صفحة وزارة الداخلية بنفسها، انه بعد ما تم القاء القبض على شاكر هو ومدير اعماله وسعدني، وجدوا معاه سلاح غير مرخص، مواد ممنوعة، وايس. يعني كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة. كل توقعاتنا خابت، وشكلنا داخلين على عملية كبيرة جدا، واللي جاي أصعب مما نتخيل. عشان هيك بيضلهم فاتحين بثوث لمدة جدا جدا طويلة. ممكن في منهم لا يا أخي ما بياخدوا، أنا ما بحكي على الكل مرة تانية، بس عن جد في منهم يعني بيفتحوا بثوث لمدة جدا طويلة. بتلاقيه فاتح مثلا بث بالتيك توك لمدة 12 ساعة 13 ساعة، وكل البث وهو فيه طاقة. بيروح مثلا الحمام شوي بيرجع الطاقة بتزيد. سبحان الله، شو اللي قاعد بيصير بالحمام؟ هل عم بفوت يقضي حاجته ولا عم يقضي حاجته؟ احنا ما بنعرف، احنا مو متأكدين من هذا الموضوع. بس الاشي الغريب بالذات بهذا انه هو بيشتغل بالشرطة ولا اشي زي هيك، ولا كان يشتغل وبعدين ترك عشان يصير تيك توكر فول تايم لانه صار يطلع له مبالغ جدا عالية. فاحنا ما بنعرف كمان، ممكن يا اخي ما هو اللي قاعد بياخذ هاي المواد، ممكن انمسك معاه هاي المواد وتكون مش له، تكون مثلا لمدير اعماله، تكون لحدا من اصحابه، بس انمسك ومعه هذا المواد. فهيك يحتسب عليه، يحتسب عليك انت. ما بتقدر تلف وتدور وتقول لا والله هاي لصاحبي على فكرة. مش هتحبس غصب عن عين التخين، مش هتحبس. الله يبارك فيكم. يا جماعة أنا يعني الحمد لله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش أي حاجة ليا، ولا طلعت بخدش الحياء، ولا طلعت فيديو ليا استغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله، ولا في خدش حياء ولا الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده. يسلم عليك. ايه؟ توفيق يسلم عليك. ازيك يا توفيق، عامل ايه؟ اشكريه بقى ان هو فتح لك الاكونت ورقم. اشكريه هو كان اشكريه هو كان عمال يساعدك من الصبح ويطمن عليك. شكرا يا استاذ توفيق. شكرا لكل اللي سأل عليك غير توفيق. شكرا لكل حد كتب لي كلمه حلوه، وشكرا لكل حد زعل عليا لما سمع الخبر ده، لان اصلا ما حصلش اصلا، ولا اتحبست ولا حد. ايوه. هو في التعليقات انا عم بشوف في ناس بيحكوا انها انحبست، وفي ناس كمان تانية قاعدين بيحكوا انه لا هاي ما انحبست. انا ما بعرف، بس ما بحس انها بتستحق الحبس، لانه هي ما بتعمل اشي بيخدش الحياة جد. يعني ما بتطلع بالبثوث تقعد تسبسب، ما بتقذف حدا، بتطلع بالبث هيك بشكل عفوي طبيعي، اتوقع عفوي، في شحدة شوي، بس كل بثوث التيك توك شحدة. فاحنا ما بنقدر نلومها. اذا بدنا نلومها بدنا نلوم ناس ثانية كتير، وفي مشاهير اصلا بيعملوا زي هيك وبيقعدوا يشحدوا. فاحنا زي ما قلت لكم ما بنقدر نلومها على هذا الشيء. نفس الشيء كمان سوزي الأردنية، على أساس كمان تم القبض عليها. احنا ما بنعرف لو جد هذا الخبر ولا لا. من بعد ما صار هذا الشيء جد انه تم القبض على اكثر من واحد، الناس صاروا يطلعوا يحكوا انه تم القبض على هذا كمان وهذا كمان وهذا كمان، مع انه ما في دليل 100% انه جد هذا الاشي صار. بس في ناس عم تطلع بتطلع وجهها موجودة بمصر وبتحكي انه جد تم القبض مثلا على، خلينا نحكي مثال، سوزي الأردنية، وراح اورجيكم فيديو زي هيك. فانا راح اخذه هذا كمصدر، لانه اتوقع لو بكذب بشيء زي هيك ومو متاكد من هذا الموضوع ممكن يدخل بمصيبه جدا كبيره. انا بس بالنسبه لي يعني مو متاكد 100% لو جد تم القبض عليها لهاي وتم القبض على سوزي الأردنية. القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل منزلها في القاهرة الجديدة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا أقول لكم التفاصيل. من ساعات بسيطة قوات الأمن نفذت أمر ضبط وألقت القبض على سوزي الأردنية داخل بيتها بعد بلاغات رسمية بتتهمها بنشر محتوى فيه إساءة للدين وازدراء للقيم المجتمعية. التحقيقات شغالة حاليا، وفي مصادر بتقول إن اللقاء الأخير ليها بعد نجاحها في الثانوية العامة هو اللي فجر الأزمة، واتقال إنه بيحتوي على إساءة مباشرة للرموز الدينية، ودي مش أول مرة سوزي تتعرض فيها للتحقيق. قبل كده اتحبست بسبب شكاوي من أهلها وفيديوهات اتقال إنها بتستغل فيها أختها وبتهاجم والدها علنا. كل مرة كانت بتطلع وتقول أنا مظلومة، بس المرة دي الوضع مختلف، التهمة أخطر والتعامل أقوى. السؤال بقى، هل شايف إن اللي بيحصل معاها فعلا ظلم، ولا هي اللي فتحت على نفسها باب
مفيش حد يقدر يسده. هو انت ما بتقدر كمان تحكي انه مثلا هي مسكينة ولا هي ما بتفهم بهاي الامور. القانون لا يحمي المغفلين، احنا هذا الشيء بنعرفه. اذا انت مغفل هذا مو معناه انه القانون حيحميك ويحكي مثلا انه لا خلاص يا اخي هذا ما فاهم كثير بهاي الامور، الا اذا في عندك مرض نفسي وقتها هذا اشي تاني. يعني لو في مرض نفسي وقتها جد ظلم، بس ما أتوقع أنه سوزي عندها مرض نفسي اللي هو جد سيريس، يعني بتقدر تضبط حالها. أنا ما بعرف شو صار بالضبط وكيف أساءت للقيم الدينية، بس قبل مرة كمان وقتها انحبست لأنه أساءت للقيم الأسرية. حسيت أنه الموضوع وقتها كان ما يعني بتستاهل الحبس، لأنه وقتها حتى أبوها سامحها. فإذا أبوها سامحها يعني ليش الحكومة بنفسها ما سامحتها؟ إذا الأب والأم سامحوها للبنت المفروض تطلعوها، وقتها طلعت. طبعا هذا كل شوي عم يطلع يحكي خبر عن حدا تم القبض تم القبض تم القبض، ومش ملحق. يعني شوي بيحكي على هاي، شوي بيحكي على هاي، شوي بيحكي على هاي. يعني في كمان واحدة هو عامل عليها فيديو انه تم القبض عليها، بس مش متأكد 100% هاي مين وشو بتعمل بالضبط. أنا الصراحة أول مرة بحياتي بشوفها، بس يمكن أنتوا بتعرفوها. القبض على البلوجر أم مكة المشهورة ببيع الفسيخ. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا أقول لكم التفاصيل. الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أم مكة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أثناء تصويرها حلقة مع الإعلامية علا شوشة. السبب مشادة كبيرة حصلت في كواليس التصوير بعد ما توجه ليها اتهامات بصناعة محتوى غير لائق في تشهير ومخالفة لقيم المجتمع. التصوير وقف لمدة 3 ساعات، ومع تصاعد الخلاف حصل اعتداء بالألفاظ وتحرر محضر رسمي ضد أم مكة وتم القبض عليها فورا. بعد انتشار الخبر الناس انقسموا كالعادة، في اللي قالوا لما هي بتشوه المجتمع وبتضر الأسر بتستضيفوها ليه؟ هو الصراحة هاي الشغلة جد في قنوات زي هيك بتجيبك وبتقعد تبهدل فيك. طيب لا تجيبك أصلا، يعني شو هذا؟ شو هالغباء؟ ليش تجيبك؟ إذا هي جد مثلا أنتوا بتشوفوها إنه ما بتستحق الشهرة، ليش جايبينها عندكم؟ كمان في ناس بتذكر وقتها صاروا ينتقدوا ضحى كيف إنه هي عم بتخرب الأطفال بشغلة الدراسة وما دراسة وعم بتحرضهم على الدراسة. طيب أنتوا ليش عم تحكوا عليها؟ يعني انتوا اذا شايفينها ما بتستحق الشهرة ليش بتحكوا عليها وبتعطوها هاي القيمة اللي جدا كبيرة؟ المفروض انه تطنشوا هذا الموضوع. انا ما بعرف هاي شو عملت بالضبط، بس انا جاي اعطيكم هذا الخبر واورجيكم كم حدا يعني على اساس تم القبض عليه. وفي يعني 4 منهم اللي هو مؤكد تم القبض عليهم، وفي ناس بيحكوا لا هذا اشاعة احنا مو متأكدين من هذا الموضوع. بس اللي قاعد بصير بخوف يا اخي، اللي قاعد بصير هناك بخوف للي بيفتح بثوث هناك بالذات. فانتبهوا من هاي الاشياء يا اخي، انتبهوا من الاشياء اللي بتنشروها كمان على السوشيال ميديا، انك انت تطلع بث عشان تضحك المتابعين ومشاهداتك تطلع تصير تسبسب وتصير تدخل بخلاف مع هذا وتسب امه وتسب اخته، لانه هيك الصراحه انا شايف البثوث. فاذا انت ساكن مثلا بمصر ولا باي دوله عربيه، هاي الاشياء عندنا يا اخي مش مسموحه. اوكي ممكن انت تشوف كليبات بالانستغرام ولا بالتيك توك لناس بيعملوا هيك، هدول ساكنين واحد بامريكا، واحد بكندا، واحد باوروبا، هناك عندهم عادي. عندنا هون ما بصير هاي الامور، فمو انت تحاول تقلد طريقتهم عشان تنشهر بسرعه. احكوا لي انتم رايكم بالتعليقات، هل بتشوفوا انه جد بيستحقوا هدول كلهم السجن؟ هل في منهم جد بيستحق السجن؟ الله يفك اسرهم، لا تتشمتوا، لانه في ناس بشوفهم بالذات مثلا على عليا ولا على سوزي كاتبين بالتعليقات هذا احلى خبر سمعته اليوم لانه هي يعني تم القبض عليها. لا تتشمتوا، لا تتشمتوا باي حدا، الله يفك اسرهم ويهديهم وبس. هذا اللي بتقدر انت تحكيه، يا احكي كلمة حلوة يا اما احسن لك، فاهم علي؟ عم نتغير، شايفين كيف يا اخي مازن جديد؟ واو واو مازن واحلاك وشو انك كيوت. المهم بس هذا هو الفيديو لليوم، ونشوفكم على خير، فامان الله. طبعا كده زي ما انتوا شايفين الحوار كله كده اكتمل والفيديو خلص. فاللي حصل بقى شفتوا كده بالظبط، ده اللي حصل. هو شفتوا الفيديو، فطبعا كده يا اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير باخبار جديدة وقصة جديدة من قصص التيك توكر. بس اشوفكم على خير.